أولادي أحفادي، أهلا وسهلا بكم. اليوم راح أحكي لكم موضوع يعني مألوف، قصة معلمتان. احنا كنا يعني ساكنين بالعمارة عائلتي، بس بالحرب العالمية الثانية يعني 1943 جينا لبغداد. أنا جيت بصف رابع ابتدائي، كان عمري 10 سنين، فجيت سجلوني بمدرسة اسمها تطبيقات دار المعلمات الابتدائية، هاي صارت بالحيدر خانة. ذاك الوقت مدرسة الحيدر خانة، منطقة الحيدر خانة كانت منطقة راقية، كلهم بها بنات يعني من الطبقة الثرية، وطبعا بغداد تعرف تختلف كلش عن أهل العمارة، يعني العمارة تعتبر قرية ريف بالنسبة لبغداد، ولا أكو نسبة. يعني تصوروا مثلا طالبة تروح من العمارة، اللبس يختلف معناتها، فساتينها تختلف، قص الشعر يختلف، حتى كلامها يختلف، يعني ذاك الوقت يختلف عن أهل بغداد. كل شيء تشوف نفسها تماما غريبة، خاصة بمنطقة راقية مثل ذاك الوقت، يعني راقية الحيدر خانة في شارع الرشيد. بالصدفة تلقيتها معلمة بصف رابع ابتدائي. هاي المعلمة تمام يعني شكلها تشوف مرتب كلش أنيقة طبعا بالنسبة لمعلمات العمارة. الشعر قبل موضة يسموه مكعكل، هيك نقرأ احنا نسميه، والملبس الفستان للركبة طبعا، والكعب عالي والأناقة، وحتى البنات لبسهم. هي لكن شنو تمتاز بالعجرفة، متعجرفة، يعني معتها كل أحاسيس، متلبدة الأحاسيس، خشنة، يعني ما نقدر نسميها مربية أبدا. فأنا طبعا من رحت سألتني شو اسمك؟ قلت لها فلانة. فثاني يوم مثلا غير من تقومني تقول لي فلانة باسمي، لا هي أنتي، هالشكل تسوي أنتي. أقوم طبعا أنا مستواي مو مثل مستوى أهل بغداد، المستوى واطي يعني التعليمي. ثاني يوم هم نفس الشيء، اقعدي تسوي لي هيك، اقعدي، هالشكل، خشنة كلش خشنة. فأنا ضجت من هاي المعاملة، كلش ضجت. يعني إذا مثل واحد غلط تأنبه. حتى رحت قلت لها لأمي، قلت لها أنا أريد أبطل، ما أقدر هيك، لأن أنا متعودة معلمات العمارة بسيطات، من أهل العمارة ريفيات بشعرهم وملابسهم، وأكثرهم معارفنا، يعني عيني ومعيني وحبابة ومن هالكلمات. هنا أنا جيت ما أسمع هالحكي هذا أبد، بس أمي كانت دائما السكت تقول لي ما يخالف ماما، صبري بس هالسنة وأنقلك. وشيء آخر، هاي المعلمة كانت، وكل مدرسة كلها الحقيقة، مثل تجي توقف تقول شوفوا احنا كان مثل الخميس، يوم السبت كل وحدة منكم تجي لابسة شريط أرض 4 أصابع تفتة، قبل التفتة من الأقمشة الراقية الغالية. تقولوا حتى أتذكر ليها دلتنا، قالت بشارع النهار محل ألفة، هذا محل طبعا جدا راقي، هو شارع النهار كله يسموه حتى شارع العرايس، لأن الأقمشة كلها راقية. يعني تجي يا وين تجي يوم السبت ومشادة الشريط. غير أشياء مثلا قبل العوائل تدري مو مثل هسه طفلين و3، قبل 12 و10، فذول مثل بالمدارس إذا يريد واحد يشتري لهم دفاتر بيض ما يقدر، يعني فيشترون بالجملة ورق أسمر. فهي كانت إذا شافت ورق أسمر، ما أريد هيك ورق ما أريد، أنا أريد ورق أبيض. زين يعني أنت يا مثل ما يقولون معلمة، ما تعرفين وضع البلد، ما تعرفين احنا بحالة حرب، مو احنا يعني جاي الجيش الأجنبي علينا، ما تعرفين أنه يعني الغلاء فاحش، يعني عوائل كلها ارتجت، يعني ما يكفي لي أن تدري هذا الجيش الإنجليزي إجا زاحمنا بالأكل بالسير بكل شيء، باللبس بكل شيء. فحتى كنا احنا الشكر والشاي ناخذه بالتموين، يعني أو الملابس كنا بالتموين. والمعاناة الصور اللي كنا أتذكر أنا صغيرة، نطلع مغبشة على مود حتى نحجز محل عند أبو القماش. فأنت يا معلمة ما تحسين بالمعاناة، ما تحسين العوائل تعاني. يعني هو شنو قبل، ترى الشعب العراقي قول كله 80% أو 90% متوسط وجو المتوسط،
هذا الشعب العراقي، مو مثل هسه أغنياء وسيارات، قبل ماكو شيء. الحاصل يعني السنة لما انقضت علي سنة كلش صعبة، يعني حتى هاي المعلمة كانت السبب أنه أنا أنتقل، وكان أنا لي أموية طبعا قاعدة بالبيت كل شيء، لا أشتغل ولا أبد. انتقلت لغير مدرسة لأن حسب ما أمي وعدتني تنقلني مدرسة بشارع المأمون. شارع المأمون مستواه الاقتصادي مو مثل حيدر خانة. شارع المأمون هذا يم قبال كان أكل متحف في العراقي بزقاق، والمعلمات بالصدفة من ألطف ما يكون، معلمات متواضعات بشعرهم وبلبسهم وبتصرفاتهم، يعني تماما تحس أنه هاي مربية. بس أنا المعلمة اللي تأثرت بها جدا هي الله يرحمها ست منيبة القراولي. أخوها كان الله يرحمه الشاعر المرحوم عبد الستار القراولي، وهذا كان مدير مدارس التفيض. هاي ست منيبة شيء إنسانة عجيبة غريبة، يعني أبد ما تصير عصبية، وجهها دائما يضحك، متواضعة، يعني تنزل لمستوى الطالبة. وبعدين من الناحية التدريسية ممتازة، ما تصير عصبية ولا أبد، يعني خلتنا نصير كلش أقوياء باللغة العربية. باللغة العربية صور قمت أنا أصلا في صف سادس ابتدائي أقرأ روايات جورجي زيدان، وكانت فيها عادة كلش حلوة. من نشوف مثلا طالبة متقدمة ومتحضرة ومتحمسة تكافئها شلون تقولها رفعي العلم. أنا مثلا مرتي رفعت العلم، وهذا رفع العلم مرتي اندفعني دفعة يعني بعكس المدرسة السابقة اللي نزلتني، هاي دفعتني. فأنا منيبة مستحيل أنساها، يعني من كل الأشياء، يعني خلال سنة وهي وجهها كان كل جميل، كانت عيونها زرق يعني، ووجهها جميل ولطيفة ومرتبة وحلوة وكل شيء يعني مكملة. اتصور قد ما متواضعة هي. أنا أتذكر بيتنا إحنا ما عندنا تليفون، جيراننا عندهم تليفون. لما طلعت النتائج وأنا ناجحة اتصور شلون إنسانة رائعة، خابرت جيراننا وقالت لهم صيحوا مريم دحشوا وياها. فأحييك تحية إذا أنت توفى الله يرحمها، يا ست منيبة، يا مربية، يا رائعة، يا مثال الأجيال، يلي دفعتيني دفعات ست منيبة مستحيل أنساك. إلى رحمة الله، على كل إلى رحمة الله الكل المعلمات، والله إن شاء الله يعطيهم الرحمة ويعطيهم المغفرة ويعطيهم. بس دا أقارنكم فرق بين معلمة ومعلمة، فرق خائل. المعلمة اللي تنزل الطالب والمعلمة اللي صعد مستوى. أنا من الناس اللي ست منيبة القراءة اللي صعدتني كل صعدتني، أنا أشكرها هواية وإلها الرحمة والمغفرة. وبالمتوسطة أكش مدرسة أيضا رفعتني، الدكتورة ست المرحومة ست ألبرتين جويدة. ست ألبرتين جويدة مختصة بالتاريخ، وهاي كانت متخرجة من دار معلمين عالية أي كلية التربية، بعدين راحت بعثة لكندا وحصلت دكتوراه. هاي إنسانة رائعة. تصور شلنا احنا يعني باول متوسط هم بعدنا بالحرب، فكان المستوى البنات مثل ما قلت لكم مستوى تقريبا الشعب العراقي كله متوسط 80% وجوا، هذا مستوى متوسط ودون المتوسط. فكان يعني اللبس تعرف عائلة مثل ما قلت لكم، العائلة العراقية مو مثل هسه مثقفة وعندها بس 2 أو 3 8، زين هاي تلبسها وراتب الموظف محدود. فشوف ملابس البنات مو فشي، يعني أحيانا مرقعها مثلا، أحيانا مبينة يعني ما قديمة. هاي ست ألبرتين ما تنظر لللبس أبدا ما تنظر لللبس، حاشاها أن تقيم البنية باللبس، تقيم البنية بثقافتها بعلمها. يعني حتى كانت فد بنية، هاي البنية أمها فراشة يقولون، بس تبنتها ست ألبرتين، شافتها زينة، صدقوا أخير السنة انعفت بالجغرافيا والتاريخ. وفد بنت هي هاي البنية دائما بلاعيمها، يعني من تحكي شيء. فست ألبرتين شو تقولها بنتي على كيفش
ريحي نفسك على كيفك. بينما كانوا نفس الدورة عندنا معلمات نفس الدورة، هذه تباوع على البنية من فوق لجوا، تشوف حذائها، تشوف قبوطها، تشوف شيء. إذا شافت البنية لابسة، وذولا قليلات يعني قبوط جديد بالسنة ما تلقى قبوط واحد بالصف، احنا 30 واحد وحدة لابسة قبوط جديد، تنظر لها فد احترام وفد تقدير وفد هواية. ترى هيك معلمات من المظهر، وهذا غلط. البنية مو مظهرها، يعني البنية الطالبة اللي يقيمها مو مظهرها قبوطها لو لبسها، اللي يقيمها حفظها للمادة، أخلاقها، أدبها، هذا اللي يقيمها. لكن مع الأسف كان عندنا معلمات غير الشكل. الله يبعدنا من هيك معلمات، والله يكثر مثلك أمثالك ست ألبرتين ومثواك الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.